اين ذهب ماء غسل رسول الله؟ فقال له ما اعرفش. قال له امال ما انتش عارف وعامل فيها فهلوه عمال تتنطط تقعد في جنب. ما انت لما تلاقي عيل صغير كده وانتوا قاعدين في قاعده كلها ناس كبيره وتلاقي العيل الصغير بيتكلم تقول له يلا اركن في جنب ادي ترزع يالا بدل ما اضربك امد ايدي عليك اقعد في جنب كده. فالمهم الامام الشعراوي قال له يعني ما انتش عارف؟ قال له بس اقول لك على حاجه سيبني لحد بكره وانا اقول لك ميه الغسل بتاع سيدنا النبي راح فين. الميه اللي سيدنا النبي اتغسل بها راحت فين بكره هقول. صاحبنا روح وباله مشغول ابقى يعمل ايه؟ قعد يصلي على سيدنا النبي كتير. ما هو بيستغاث بسيدنا النبي وسيدنا النبي يقول لك والله غياس من يكسر الصلاه ايه علي. فقام جاي سيدنا النبي له في المنام ماشي في مكان. اول ما فتح عينه في المنام كده في الرؤيه، واحنا لازم نفرق بين الرؤيه وبين المنام، بين الرؤيه وبين الحلم. الرؤيه تكون من الله، اما المنام الحلم يكون من الشيطان. فالراجل ده رئيس المؤتمر شاف سيدنا النبي في الرؤيه ولقاه ماشي في طريق ووراه واحد ماشي وماسك له قنديل. عارفين اللمبه الجاز بتاعت زمان قبل ما يكون الكهرباء موجوده؟ لمبه الجاز اللي كنا بننور بقى قبل العواميد والكلام ده، هي دي القنديل. مصباح كده لمبه. واحد ماشي ورا سيدنا النبي وماسك اللمبه ومنور له في الطريق. فبيقول له يا رسول الله انا عايز اسالك سؤال. قال له اسال. قال له اين ذهب ماء غسلك؟ ميه الغسل بتاعك بعد ما الناس غسلتك الصحابه غسلوك راحت فين؟ قال له سيجيبك حامل القنديل. الراجل اللي ماسك اللمبه الجاز ورا دوت هو اللي ايه هيرد عليه. فقام رايح له قال له اين ذهب ماء غسل رسول الله؟ قال صعد الى السماء وتكثف ثم سقط على الارض. الله يبارك. صعد الى السماء وتكثف ثم سقط على الارض على هيئه بخار ماء، ومع كل نقطه او قطره وقعت على الارض بني فيها مسجدا يعبد فيه الله. كل نقطة مية من الغسل بتاع سيدنا النبي وقعت على الارض اتبنى مكانها مسجد، اتبنى مكانها جامع. فالراجل صحي الصبح بقى وقلبه مطمن وباله مرتاح، هيروح للامام الشعراوي ومعاه الاجابة. فتاني يوم المؤتمر الراجل عمال يلفت نظر الشعراوي كده، عمال يتنطط قدامه عشان الامام الشعراوي يقول له ايه الاجابة فين. لكن الامام الشعراوي صبر. يعني ايه تجل؟ بمعنى صح تجل عليه. ويقول لك التجل ايه صنعة، فتجل عليه. قام جاي قال له مش انت سألتني يا امام سؤال امبارح؟ قال له ايوه. قال له السؤال كان ايه؟ قال له كنت بقول لك اين ذهب ماء غسل رسول الله. قال له وعرفت منين او عرفت الاجابة؟ قال له عرفت الاجابة. قال له صعد الى السماء وتكثف وسقط على الارض على هيئة بخار، ومع كل قطرة وقعت على الارض بني مكانها مسجدا يعبد فيه الله. قال ومن الذي اعلمك؟ من اللي علمك الاجابة؟ قال رسول الله. سيدنا النبي اللي علمك. قال له كذاب، سيدنا النبي ما علمكش حاجة. قال له امال مين؟ قال له سيدنا النبي ولا حامل القنديل. الامام الشعراوي اللي بيقول له سيدنا النبي اللي قال لك على الاجابه ولا حامل القنديل؟ قال له لا انت عرفت منين وانت كنت قاعد معانا في الرؤيه؟ قال انا حامل القنديل. يعني ايه ملخص الحوار ده كله؟ ايه؟ ان ربنا هو اللي بيخطط لك كل حاجه، وبدون توفيق ربنا مش هتعرف تعمل اي حاجه. بدون توفيق ربنا مش هتعرف تتحرك. ربنا